صاحب القناة نفسها. اليوم عندي لكم فيديو مهم جدا بخصوص متجر الصحراوي على الكي. قبل أسبوع اشتريت منه جواهر وقلت لكم إني راح أرجع بعد 3 أيام وأعطيكم النتيجة، واليوم رجعت لكم ومعي كل الأدلة. هل وصلني شيء؟ هل المتجر صادق أو لا؟ تابعوا هذا معي هذا للنهاية. جرب متجر هذا متجر عمل نفس الفكره صحراوي. اللي احنا قاعدين نحكي عليها، بس هو ما جرب. وصرت اشحن لكم بالدور، وانا قاعد ببحث باليوتيوب لقيت هذا الفيديو. في يوتيوبر صغير مسوي هذا الفيديو، كان بجرب المتجر تبع صحراوي وجرب يشتري من عنده. فخلينا نشوف تجربة هذا اليوتيوبر. اقسم بالله العظيم انا ما بعرف هذا اليوتيوبر، وانا قاعد بتصفح لقيت هذا الفيديو قدامكم. راح تعرف انا مع فكره ايش؟ والله انا مع فكره ايش؟ انا مع فكره اذا في يوتيوبر شباب مبتدئ بيشاهدنا على البث المباشر، انا مع فكره انه يجي يوتيوبر يكون لا بيعرف علي عمر ولا بيعرف صحراوي ولا بيعرف عبود ولا بيعرف بينال يعني انه بيعرفنا كلنا كيوتيوبرز وكستريمرز، بس انه ما ينحاز لاي واحد فينا. تمام؟ يجي هذا اليوتيوبر يصور فيديو يجمع نقاط عند كل ستريمرز. طيب، يجمع نقاط عند كل ستريمرز ويجرب كل واحد متجره. مثلا يجمع نقاط عند عبود ويشتري ويعطينا تقييمه، يشتري من عند صحراوي ويعطينا تقييمه، بس بدون ما يحكي لاي بدون يعني ما يروح يتواصل مع علي عمر يقول لي ها علي عمر انا بصور فيديو راح اشتري من عندك عشان لا يكون متابع، ما عنده تواصل مع اي يوتيوبر، ما عنده انحياز لاي يوتيوبر، ما عنده اي شيء. يجي يجرب المتاجر، يجرب البطوط، يجمع عند علي عمر ويشتري ويعطينا تقييمه، ويجمع عند، وطبعا التقييم يكون على اساس انه كم وقت اخذتك الجواهر لو وصلتك، هل وصلتك الجواهر او لا، وكم وقت اخذت عشان تجمع، ويعطينا هذا التقييم. انا والله مع هذه الفكره والله العظيم، ويا ريت يا ريت لو حدا يعمل هذه الفكره والله، تبين كل حاجه. لانه انا بالنسبه لي واثق من نفسي 100%، مليون تريليون يا جماعه الخير. انا لو في حدا بده يشتري من عندي إشي بالمتجر وبدي انصب عليه، ان شاء الله الله يقطع برزقي. تمام، يا ساتر ان يا شاء رب الله الله يا يقطع عم. برزقي اذا في واحد بده يشتري من عندي من المتجر ومش حشحله فيديوهات. فانا ما عندي مشكله والله، ما عندي اي مشكله يجي شخص يوتيوبر او متابع يصور لنا فيديو ويعطينا تقييم للمتاجر، يلف على كل المتاجر، يجمع عند الكل ويشتري ويورينا مين الصادق، مين اللي فعلا شحن له واعطاه جواهر، ومين اللي ضحك عليه. انا والله ما عندي مشكله، يعني هيك افضل، عشان لا تسمع من صحراوي ولا تسمع من عبود ولا تسمع من علي عمر ولا تسمع من بي ان ال ولا تسمع من فلان ولا من فلان ولا من فلان. يجي شخص متابع مش منحاز لاي حد، يجرب المتاجر كلها ويعطينا تقييم. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي جميعا. افضل الصلاه والسلام. اللهم احط لكم قناة هذا اليوتيوبر بصندوق الوصف، وهي اسمه تقدروا تروحوا تتأكدوا من الفيديو ومن صاحب القناة نفسها. اليوم عندي لكم فيديو مهم جدا بخصوص متجر الصحراوي على الكي. قبل أسبوع اشتريت منه جواهر وقلت لكم إني راح أرجع بعد 3 أيام وأعطيكم النتيجة، واليوم رجعت لكم ومعي كل الأدلة. هل وصلني شيء؟ هل المتجر صادق أو لا؟ تابعوا معي هذا جرب متجر هذا عمل نفس صحراوي. الفكره اللي احنا قاعدين نحكي عليها، بس هو ما جرب أيوة. كل ستريمر جرب بس لكم مفاجأة. في المرة الأولى اشتريت 100 جوهرة وانتظرت 3 أيام مثل ما قلت لكم في فيديو الشورت، لكن للأسف لم يصلني شيء. حاولت أتواصل معه من خلال التعليقات وكل وسائل المتاحة لكن لم يرد للأسف، والمفاجأة أنه قام بتحويل 3 أيام يا علي. ما يرسل لي. اظن انت بكبيرك ما بتكملش ال 24 ساعه يكون كله تشعب. بيقول لك 3 ايام وما وصلوش جواب. لا انا بالنسبه لي اي حدا بيشتري بالمتجر في اقل من 24 ساعه بتوصلك نفس يعني. اليوم تاني يوم على طول يكونوا عندك. لا بالفتره الحاليه، زمان كنت اسهر اضل سهران للصبح لما كنت انا وياك يا جنك، كنا نضلنا سهرانين بعد البث ونجمع الايديات. حاليا ما عادش اقدر، لانه انا بصراحه السهر تعبني، فصرت شو اعمل؟ اخلص البث اروح انام، بصحى الساعه 9 الصبح 10 الصبح بتمرن، برجع الساعه خلينا نقول 11 ونص، بعد ما افطر وهيك بفتح البي سي ببعث الايديات كلها لحد الساعه 2 3 الظهر بيكون الكل انشحن له، يعني في اقل من 24 ساعه. يعني اللي بيشتري الان بعد 15 ساعه 10 ساعات 12 ساعه بتكون عنده جواهره، يعني ما بتكمل 24 ساعه. بس انام واصحى. ايوه بالضبط، انام واصحى. الجواهر انا بشحنها بايدي، تمام. اما العضويات والليفل اب باس بتعرف انت عشان موضوع الفيزا بتنحضر يا جانك، فببعثها لمتجر هو اللي بيكمل. الجواب بس طبعا المتجر بيشحن كل شيء يعني كل واحد بيشحنه بيعمل له سكرين، يعني كله بالادله. بعد أيام قلت خليني أجرب مرة ثانية عشان ما أظلمه.
فاشتريت اداله فرصة ثانية. 300 جوهرة، 200 جمع مرة ثانية واشترى كمان مرة. 21 و110 وانتظرت، لكن للأسف نفس الشيء، لا جواهر لا رد لا شيء. ومن هنا عرفت أن في مشكلة، لأن الصحراوي مثل ما تعرفون لديه طلبات عديدة، لا يمكن تلبية كل هذه الطلبات والشحن لكل هذه الكمية في أيام قليلة. أنا ما أحب أظلم أحد، لكن عندي الدليل على كل شيء، وهذا اللي صار معي، وما أنا الوحيد اللي حصل له هذا الشيء. شفت أكثر من شخص يشتكي في التعليقات من نفس المشكلة، فهل هذا المتجر موثوق؟ أنتم احكموا بأنفسكم. يعني على سبيل المثال قاعد بنسخ الاي دي اللي موجود هذا تبع البويا باس وبده يشحن له بويا باس، احنا صرنا بالخالة 305، يعني 3050 شخص شاحن، اختار منهم هذا. يعني يا سيدي العزيز كل 1000 واحد تقريبا بيشحن منهم لاثنين لثلاث، وباقي ال1000 هذول كل اليوتيوبرات اللي بيفتحوا بثوث مباشرة خسروهم. ليش؟ خلينا الآن نفوت بالصح ونسولف بشكل جدي. صحراوي هو إنسان مؤثر على اليوتيوب وبيقدر